سلقت المكرونة عشان جعان بالهنا والشفا، لكن فجأة شفت حاجة غريبة. ايه النقط السودا دي؟ اكتشفت ان المكرونة مسوسة. طب هتعمل ايه؟ هترمي المكرونة ولا هترمي المية ولا هتقول النار بتعقم اي حاجة؟ احب اقولك ان السوس اكبر من مجرد منظر مقرف، ده انذار لخطر اكبر. السوس معناه ان المنتج متخزن بقاله فترة طويلة. كمان ظروف التخزين نفسها غلط، سواء الحرارة او الرطوبة او التهوية السيئة. طب ليه بقى خطر؟ لان الظروف اللي بتحبها الحشرات هي نفس الظروف اللي بتحبها الفطريات، والفطريات دي اللي بتنتج مادة سامة اللي اسمها الافلاتوكسين. يعني السوس نفسه مش سم، لكنه جرس انذار بيقولك ان الظروف مهيئة لوجود سم. طب برضو ما احنا عايزين نفهم ايه الافلاتوكسين ده سم طبيعي بتنتجه بعض الفطريات اللي بتعيش على الحبوب، زي الذرة، الفول السوداني، الرز، الدقيق، المكرونة. مصيبة ان الافلاتوكسين لا ليه طعم ولا ليه ريحة، كمان مش بيروح لا بالسلق ولا بالغليان ولا بالطبخ. طب بيعمل ايه؟ الافلاتوكسين بيهاجم الكبد، بيسبب لا قدر الله سرطان الكبد. طبعا الافلاتوكسين تأثيره مش فوري، لكن تأثيره تراكمي. كمان بيضعف المناعة وبيأثر على الجهاز الهضمي والكلى. طب نعمل ايه؟ اهم حاجة التخزين الصح في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. كمان ناخد بالنا كويس جدا من تاريخ الصلاحية، والجماعة بتوع طقم البقوليات ياخدوا بالهم ان هم يستخدموا طقم تخزين كويس ويكون محكم الغلق. فما توفرش على حساب صحتك. كل جنيه هتوفره النهاردة هتدفع قدامه ألوفات على صحتك. ولو أول مرة تشوفني، فأنا دكتورة داليا يوسف، أخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. قولي في الكومنتات، لما تلاقي سوسة في المكرونة هترميها ولا هتستخسر؟